مقطع فيديو أثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد ما طالب عامل جراج بقرية مراسي بالساحل الشمالي صاحب سيارة ب2000 جنيه تمن ركن السيارة. الفيديو لقى سخرية كبيرة بسبب الأسعار المبالغ فيها، واللي بسببها أطلق المصطفون بالساحل الشمالي مصطلح الساحل الطيب والشرير. الساحل الطيب ده بيطلق على القرى القديمة واللي نشأت منذ زمن طويل، وبتتميز بعدم وجود رفاهية زيادة ولا أسعار زيادة، وبتجذب هذه المناطق العديد من العائلات ذات الطبقة المتوسطة بسبب أن تكلفتها منخفضة مقارنة بالمصايف الأخرى في الساحل الشمالي. أما بالنسبة للساحل الشرير ده بيتميز بالغلاء المفرط، وبتكون القرى السياحية التابعة ليه باهظة الثمن، وبيصل سعر الإقامة فيها إلى مئات الآلاف من الجنيهات في الليلة الواحدة.